بنطلون فانيلات شرابات بنس كولونيات كريمات. خشوا عليا يا حلوين، اسعارنا كازينات. مين يقول السلام عليكم. بكره يا ست، بكره. طب يا ابني رد السلام الاول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فوتي بكره يا ست. هو كل يوم بكره؟ كل كوم وبكره كوم، ده نهائي كاس يا عباس. ان شاء الله هيكون من نصيبنا. عشان ابليس في الجنه. يا استاذ ريحني. يا ست اللي عنده ورقه على الجنة جاي بكره. 4 اشهر كل يوم تقول لي بكره؟ وهم 4 اشهر كتير يا ست. دي ماتشات الدوري بتقعد 9 اشهر خلاف ماتشات الكاس. واظن هقعد سنه اشرب كاس العذاب والضنا على بال ما اصرف معاه في العيال. الله الله، جرى ايه يا ستي؟ انت عايزه تعتمد طلب النهارده وتصرف فيه بكره؟ ونحن ايه اللي يمنع انكم تريحوا الناس يا ناس؟ الله، انت هتنظمي لنا شغلنا كمان ولا ايه؟ يا ريت كان بايدي وانا كنت نظمته. خلاص يا ست، قدمي يا طلب تبقي مديره وتعالي نظميه على كيفك. وابقى مديره ليه؟ مش فيه مدير موجود ينظمها ويريحني من الغرب اللي انا فيه ده؟ مداهر هتروح تشتكي المدير. رايحة فين يا ست؟ اوعى كده من وشي. هي الحكاية سايبة ولا وكالة من غير بواب؟ سيبها يا فرج، سيبها. اتفضلي. تعالي تعالي. اتفضلي يا ست. انا خلاص ما بقاش قدامي من بعد ربنا غير حضرتك يا سعاده البيت. استغفر الله العظيم. اتفضلي ارتاحي يا ست. ربنا يريح قلبك يا سعاده البيت. في حاجه تانية يا استاذ علي؟ طلب تسويه المعاش اللي قدام حضرتك ده. واتاخرت عليا ليه؟ ما هو على بال مورد الاداره عندنا هنا يا فندم. ده متصدر بقاله شهر. ما هو ما جالناش الا اول امبارح يا فندم. ما شاء الله، يعني الطلب ياخد شهر عشان يتنقل من اداره لاداره. يا دوب كده حضرتك يا فندم. يا دوب كده ايه يا استاذ؟ الاداره دي فين؟ في دوله تانية؟ دي هنا. هنا شهر عشان الطلب يطلع من الدور الرابع للخامس. دي هنا في نفس المبنى. 10 سلالم وبسطه. شهر يا استاذ. ما هو جالنا حضرتك عن طريق البوسطه. بوسطه ايه بس؟ وبعدين طلع من هناك حضرتك برقم صادر وجالنا هنا برقم وارد. وبين الصادر والوارد تعطل مصالح الناس عشان موظف كسلان يطلع 10 سلالم وبسطه. لا لا، ده شيء ما يرضيش ربنا ابدا. اتفضل اتفضل يا استاذ. ايوه يا ستي، انا تحت امرك. المدير بكره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سياده المدير، اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضلوا استراحوا شوفوا الشغل. كله تمام؟ تمام يا فندم. مفيش اي معوقات؟ ربنا ما يجيب معوقات يا فندم. كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. وتوجيهات سيادتي تقول انكم تعطلوا مصالح الناس. يا فندم مفيش مصالح اتعطلت ولا ضايقنا حد ولا تعبنا حد. كده اهو. اتفضلي يا ست. الست دي ما صرفتش معاشها ليه؟ مش تسعها مستوفي ولا ناقصه حاجه؟ الملف بتاعها عند الاستاذ عبد الله يا فندم. ما انت عارف الاستاذ عبد الله في اجازه مرضيه اسبوعين. مفتاح الدولاب معايا يا فندم. ابعت هات المفتاح يا فندم. هو ما يحبش حد يفتح دولابه وهو غايب يا فندم. واجازته هتنتهي بكره يا فندم. افرض الاجازه ما انتهتش ومد اسبوعين كمان، نعطل مصالح الناس لغايه ساعته ما يكف ويجي يشوف مصالحهم. يا فندم ما هو المفتاح معاه. يعني ايه المفتاح معاه؟ ولا دي حجه الكل يتأمل يعلق كسر عليها؟ هات عجله واكسر الدولاب قدامي. يا فندم دي مسؤوليه. انا المسؤول. تتعمل لجنه حاله قدامي وجنبي الدولاب ده قدامي. بس يا فندم ده شيء هياخد وقت. يا سلام يا سلام. الوقت بقى له حساب عندكم ومصالح الناس ملهاش حساب. يكون في علمكم محدش منكم هيروح الا ما تجري الدولاب قدامي واشوف الورق بنفسي. مفهوم؟ وانا قاعد معاكم. مفهوم يا فندم. مفهوم يا فندم. اتفضل. يا ست النظرة ما حصلش حاجة لده كله، لا مؤاخذة. يا معلم أرجوك ما تبسطش الموضوع. الموضوع أخطر مما تتصور. ألو؟ مين بيكلم؟ بالراحه عليها شويه يا استاذه كوثر. ايه مالك؟ أنا آسفة، هي جت فيك؟ لا مفيش حاجة.
لا دي مشكلة بسيطة، ما انت عارف الشغل ما بيخلاش من مشاكل. ان شاء الله ربنا مش هيجيب مشاكل لا مؤاخذه. ايوه، ما هو طول ما في ناس ما بتراعيش ربنا يبقى في مشاكل. انا كمان عندي مشكله في الشغل، عشان كده طالبك هتاخر شويه عليكم في الغدا. طيب يا كوثر، مع السلامه. سماح النوبات يا ست الناصر. ده بدل ما تشجعني على اللي عملته وتقف جنبي بتطلب له سماح. دي سجاره ولا مؤاخذه، وبعدين ده عيل لسه في الاعداديه والعيال ياما بيعملوا. يا معلم ارجوك افهمني، ابنك عنده 12 سنة. مش قلتلك عيل؟ لا مش عيل، ده بداية سن الرجولة، والسن ده بتبقى حرجة وحساسة وعايزة رعاية، وأي مفهوم غلط يتعلمه الولد في السن ده ممكن يدمر شخصيته بعد كده. على ايه ده كله؟ دي ما كانتش حتة سيجارة اللي مسكتي بيشربها. لما هو النهارده بيشرب سيجارة، امال بعد كده يشرب ايه؟ ان شاء الله ربنا مش هيوصلنا للي بعد كده. ما هي بتبتدي بسجارة يا معلم، وبتنتهي بالبلاوي الزرقاء اللي بعض الشبان بيقعوا فيها. يا استاذة تفي من بقك فلا الله لا فالك، ربنا ما يجيب حاجة وحشة. انا عارفة ان ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، احنا اللي بنجيبها لنفسينا لما بنتهاون. والسيجارة اللي انت مستهون بيها دي يا معلم دي مجرد بداية، وزي ما بيقولوا معظم النار من مستصغر الشرر، ولا ايه يا معلم؟ هقول لك ايه يا استاذة، كل كلامك ماشي. يبقى خلاص ساعدني علشان اقومه واصلحه هو واللي زيه. انا من ايدك دي لايدك دي. اولا لازم تحسسه ان في رقابة منك عليه، لان المدرسة مش ممكن تقدر تعمل كل حاجة لوحدها. غصب عني يا استاذة، الدنيا وتجارتي لهياني. انت بتشتغل عشان ولادك، يبقى مفيش معنى ابدا ان شغلك يكسب وولادك تخسر. والله كلامك معقول يا استاذة. ثانيا ارجوك يا معلم تديله المصروف المناسب، ومفيش داعي ابدا للفلوس الزيادة. حاضر. لانها السبب الرئيسي لانحراف الشبان اللي في السن ده. حاضر يا استاذة. ثالثا لازم تهتم انه يمارس رياضة زي ما بتهتم بالتغذية المفيدة علشان يتبني جسمه. حاضر يا سلام، حاضر دايما مسروق كده. جبت الطلبات يا لطفي؟ اللي يسمع كلمة طلبات دي يقول يا ما هنا ويا ما هناك. والعمليه كلها ادي عيش ببريزه وشبت وكزبره ببريزه. وكنت بقى عايزه نعمل البصاره بايه؟ انا مش عايزكم تعملوا بصاره من اصله يا ماما. امال ناكل فول ولا طعميه؟ ما هو الفول من البصاره والبصاره من الفول والطعميه قبل شرح الطول. زهقنا قرفنا ونبنا فول. يا ريت كان بايدي يا ابني. امال بايد مين يا ست حاجه؟ مش انت امي وهو ابويا. قولي لي فكها علينا شويه، يبرنا بحته لحمه، بهبره لحمه، بورك فرخه، بديل سمكه. قولي له يمكن يسمع كلامك انت. والله يا ابني لو بالهول سمع ابوك يسمع كلامي. يعني ايه؟ هنفضل طول عمرنا حبايب مع قسم البخول؟ حرام عليكم شوفوا لنا حل يا جدعان، معدتي بقللت. هو انت قاعد لي النهارده من المدرسه عشان تقلب دماغي وتشيلني هم على همي؟ لا انا النهارده قاعد في المدرسه عشان فلوس المجموعه. ده هيقلب دماغي تاني بالمجموعه وفلوس المجموعه. يا ماما ما مكلمك بقالي اسبوع بقول لك كلميه ومفيش فايده. اعمل ايه يعني يا ماما؟ اعمل ايه؟ ولا انت عايزاني اخد دروس المجموعه دي ببلاش؟ حرام عليكم، انا ما بطلبش زي التلامذه واقول لكم دروس خصوصيه. اعمل ايه بس؟ واحد اكل فول الطعميه. اخرس سكتم بقى، اما يطلع الوقت يبقى انت كلمه. طيب انا قاعد اكلمه. بشوف شغلي بشوف مصلحتي. مش هتطلع كمان تشوف مصالحنا؟ ايوه جايلكوا اهو. حاضر. ايوه جاي اهو. ايه؟ انا مش 100 مرة قلت ما حدش يخبط على الباب وانا جوه؟ عاوزين ايه؟ مش انا اللي عايزه، ابنك هو اللي عايز وقالب دماغي بقاله كام يوم. عاوز ايه يا واد؟ لا يا بابا. عاوز ايه يا واد؟ لا يا بابا مش انا اللي عاوز، دي ماما يا بابا. خرست يعني قدام ابوك؟ ما تطلب يا تقول له عايز ايه، ولا بس فالح لسانك طول كده معايا؟ انت يا واد عاوز ايه؟
اصلهم يا بابا في الانجليزي في المدرسه، واصل انا في المجموعه. اصلهم واصل. يعني عاوز حاجه للمدرسه؟ بصراحه ايوه يا بابا. طيب انت رايح النهارده المدرسه ولا بكره؟ بكره. لما هو بكره بتخبطوا عليا ليه عشان اخرج النهارده وتفزعوني وانا جوه؟ مش انا والله يا بابا، دي مامي. طبعا انت خاس عليكي حاجه لما يتكسر باب وهات وصلح. طب بس عايزنا نخبط عليك ازاي؟ تخبطي باللين بالحنيه بالهداوه، مش تهبدي الباب تجيبيه 100 حته. يا سلام، لا انت بقى متجوز شنشون ولا شمشون ولا ميمون، من هنا ورايح مش عاوز ابدا على الباب ابدا. مفهوم يا بابا مفهوم. كلكم مستعجلين على الابواب، كلكم مستعجلين على الابواب. يا فتوش يا بنتي بالحنيه وانت بتخبطي على الباب بالحنيه. نعم. ما ضربتيش جرس ليه؟ ضربت والله العظيم يا بابا ضربت، بس هو اللي ما رنش. يزعل ان هو خسران. صحيح يا بابا. خسران؟ طبعا لازم يغسل زر طول النهار وهات وصلح. اصلح الجرس بدل ما انت واقف كده. حاضر يا بابا حاضر. انا داخل جوه مش عاوز حد يخبط عليا ابدا، مفهوم؟ طب والغدا؟ نستنى سجلاه لما يجي تبقى قاعده واحده مع بعض نتلم فيها، مش مولد. هو في ايه بس يا ماما؟ مش عارفه يا بنتي، اهو طلع لنا من جوه كده بزعابيبه. ده انا لسه بطلب منه فلوس المجموعه. هو انت طلبت منه فلوس؟ هو انا لحقت اطلب؟ ده انا لسه بقول له فلوس المجموعه قام فزع استر فيا. يا رب استر يا رب. امال لو عرف بقى اللي انا عايزاه منه هيعمل فيا ايه؟ لو انت كمان عايزه منه حاجه قولي حاجات يا ماما. طب يلا حبيبتي غيري هدومك وتعالي ساعديني في المطبخ، وعلى الغدا يمكن يكون هدي، ابقوا اطلبوا منه اللي انتوا عاوزينه. هو احنا نتغدى ايه؟ بصارة. بصارة؟ طيب. بصارة فراقك يا جارة عينيا بتشكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه اللي معاك ده يا كمال؟ ده نبات من فصيلة الجرمانيا يا ماما. جرمانيا؟ ايوه يا ماما. طيب معلش يا ماما، انا عارف اني زاحم لك البلكونه، لكن معلش. اوعدك يا ماما باذن الله بعد ما اخلص الماجستير هروقها لحضرتك. وانا بقى مش عايزاك تروقها الا بعد ما تاخد الدكتوراه. ان شاء الله يا ماما. ايه رايك؟ مظبوطه؟ معقوله بس ناقصها شويه بتروسلينيوم ستيفيو. ايه؟ وده يطلع ايه ده كمان؟ ده البقدونس يا ماما، البقدونس. لا مش البقدونس بقى اسمه كده؟ ايوه يا ماما. امال بابا اتاخر ليه؟ بابا اتصل بيا في المدرسه وقال لي انه اتاخر شويه. ماما انا جعان قوي. تحب احضر لك تتغدى انت حبيبي؟ من امتى بتغدى لوحدي يا ماما؟ الغدا ملوش طعم الا واحنا مع بعض. ولا انت حضرتك عايزه تتغدي مع بابا لوحديكوا؟ معقوله يا كمال واحنا نتهنى على اكل من غيرك يا حبيبي؟ ربنا يخليكوا ليا يا ماما. ويخليك لينا يا رب. وانت وراك غير الهم والغم اعوذ بالله. ليه بس يا بابا؟ طول ما انا قاعد هات لما ربيتولي الهتات. هم ليهم حد غيرك يطلبوا منه؟ طلبات ايه؟ مش بيقولوا التعليم مجانا ولا هو كلام وخلاص؟ امال يعني لو كنت دخلت كليه الطب كنت عملت ايه يا بابا؟ الطب دي الناس المقتدرين، انما الراجل ارزقه على باب الله، عاوزين ادخلك الكليه واصرف كمان عليك بالالوفات. اديني ما دخلتهاش ودخلت معهد السكرتاريه رغم مجموعي العالي علشان اريحك، وبرضه حضرتك مش راضي تريحني يا بابا وتجيب لي طلباتي. هو انت عاوزه طلبات عشان المعهد؟ انت عاوز طلبات عشان تلبسي وتدلعي؟ يا راجل حرام عليك، دي الهدمه اللي عليها دابت، هات لها هدمتين تغير فيهم قدام زملاتها. لما يبقى ربنا يسهل نبقى نجيب الهدوم. طب انا مش عايز هدوم، انا عايز اخد دروس في المجموعه. جاتك خلع دروسك، هو انت طلباتك ما بتخلصش؟ ايه يا بابا انا في ثانويه عامه وبعدين عندي علوم صعبه قوي مش فاهمها. انت اللي غبي ما بتاخدش بالك وانت قاعد في الحصه، كل مخك في الكوره. ما كل زمايله بياخدوا دروس، اشمعنى هو بقى؟ اشمعنى انا عمري ما خدت دروس؟ التعليم على ايامنا غير على ايامك يا ابني البكالوريا اللي انا واخدها احسن من الليسانس اللي بتاعتك في الجامعه. ما هي الجامعه الاخرى عايزه كتب وعايزه مصاريف، ولا عايزني ابقى محامي ببلاش؟ ان كان عليا انا اللي عاوزك تتعلم ولا تبقى محامي، اتعلم لك صنعه تكسب منها قرشين بدل ما كل شويه تقول لي هات. وهو انا بقول لك هات؟ ده انا من اول السنه مش عارف اشتري لي كتاب، ومذاكرتي كلها من كتب زمايلي، وعاهدت نفسي لا اقول لك هات ولا اطلب منك. ما ديك بتطلب اهو. امال عاوزنا نطلب من مين بس يا بابا؟ منه هو يا بنتي، ملزوم بيكوا وبكل طلباتكم. هو عنده بيت تاني ولا له عيل غيركم بيصرف عليه؟ اصرف منين واجيب منين؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح.
تكونوش فاكرني قاعد على تل فلوس. اشحال ما كانش عندك ملك وعماره قد الدنيا بتدخلك كل شهر قد كده. يا دي العماره، انتوا فاكرين عماره بحال وحيد؟ دول دورين 3 واللي بيجي منها رايح فيها. يا وليه يا وليه بطلي داعي بقى. طب خلاص مش عايزين حاجه منها، بس انت نقلنا في الشقه الفاضيه اللي فيها اهو يبقى اسمنا طلعنا على وش الدنيا. حتى الشقه بص لها، ده كرم ربنا اني عرفت افضيها بخلع الدرس واجرتها مفروشه كنا اتفضحنا. يا ولد يا ولد ما تجرحش الطبق ده اما نخلص اللي في ايدك ده. خلص ده ولا تخلي رحمه ربنا تنزل، مفيش حاجه عجباك ابدا كده. امال لو كنت زي اقل راجل ما بيصرف على بيته كنت عملت ايه؟ انت كل شويه تسيبي بدني كده وتسدي نفسي على الاكل. انا لا واكل ولا قاعد لكم البيت ونازل كمان. ايوه يا اخويا روح اغطس كده مطرح ما بتغطس ساعه ما نطلب منك فلوس. كلوا يا عيال واشبعوا. يلا يا كمال الاكل جاهز. وانا جاهز يا ماما. بابا وصل؟ حبيبي بيغير هدومه جوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله يا بابا. يلا اتفضل. عامل ايه بقى يا سيدي في الماجستير؟ ماشي والحمد لله. انا بحلم باليوم اللي اشوفك فيه واخد ماجستير ودكتوراه كمان. باذن الله يا بابا. كمال مش ممكن يخيب املنا فيه ابدا، هو احنا حيلتنا غيره. عموما ده مش لينا، ده لنفسه. احنا بقينا في زمن العلم. عاوزك تدخل الهيكل الوظيفي من اوسع ابوابه، ما تعملش زي ابوك. هو في زي حضرتك يا بابا؟ نفسي اشوفك احسن مني. انا كل اللي خدته البكالوريا. لو كنت كملت دراستي الجامعيه كان زماني بقيت وزير ولا وكيل وزاره. بس انا كان نفسي اشتغل بالبكالوريوس وانا بعمل ماجستير برضه يا بابا. هنرجع للموضوع ده تاني يا كمال. انت ما تشغلش نفسك غير بدراستك بس، وبعد ما تخلص الدكتوراه اعمل زي ما انت عاوز. ايوه يا بابا، بس عشان ما بقاش عيب على حضرتك. عيب ايه يا ابني؟ انا لاقي حد في الدنيا غيرك؟ ثم في يوم من الايام انا اخرت لك طلب؟ هو كان له طلب صغير عندك بس مكسوف، عايز 50 جنيه علشان نشتري شويه مراجع. من عندي والعندي. انا ليا بركه الا انت يا كمال. انا مش عارف بابا بيعمل معايا كده ليه؟ اكونش انا ابن الداده ولا ايه يا ست حكمه؟ هو يعني بيعمل معاك كده انت لوحدك؟ ما كلنا في الهوا سوا. حق انا ما بقتش عارفه اودي وشي فين من زمايلي من ساعه ما دخلت المعهد وانا بالطقم الاسود بتدرى فيه والسلام. هو انا داخله اقعد معاكوا شويه عشان تشيلوني هم على همي؟ معلش يا ماما ادينا بنفضفض معاكي. وانا فضفض مع مين يا بنتي؟ ولا بايدي ايه هعمله؟ ولا عايزيني بقى افضل حاطه الهم في قلبي كده لحد ما طق واموت؟ بعد الشر عليك يا ماما. ولا تتكلموا ولا تفضفضوا ولا توجعوا قلبكم، لا في حاجه هتتغير ولا في شيء هيحصل. ريحوا دماغكم بقى وكيفوا نفسكم على العيشه دي وخلاص. يا عم انت قربت تخلص، انما احنا لسه في اول الطريق. قربت بالعرق والشعق والهلاك يا فالح، مش بالكلام. يا ولا من الحياه من وراء القضبان قصه كفاح الزعيم الذي ناضل. يا عم احنا ناقصين. قومي يا دوس اعمل لنا كوبايتين شاي عشان نستوعب العبر دي. شاي؟ ومنين بقى اجيب الشاي يا فالح؟ انت ناسي ان المفتاح مع ابوك. كوبايه شاي مستكوفي من اللي وصى عليها داوود في تذكرته. ايوه يا سيدي هات. وداوود ما وصاكش تزود السكر شويه يا عم زكي؟ ما انا حاطط لك معلقتين. بشربه ب5 يا زكي. غلط. ولما يجي لك السكر. طب هو فين السكر ده وانا بيعه بالكيلو؟ الامر لله. وادي كمان معلقتين. هتاخد حاجه ولا السكر ده هيروح بلوش؟ هناخد يا سيدي، احنا جايين شاريين. طلباتك. شويه فساتين واستوكات مناديل وشرابات وغيارات. الغيارات الدستة زاد الجنيه. ايه جنيه ليه؟ ما هو الدولار سعره زاد والاسترليني طقطق. طب خليها عليك المرة دي. يعني ابيع بالخسارة؟ ما فيهاش خسارة ولا حاجة، قوم انت بس هات البضاعة وبعدين هنتفاهم على الأسعار. يلا. عايز كام فستان ومقاس كام؟ أيوه استنى يا سيدي. 4 فساتين مقاس 19 و6 فساتين مقاس 20 ولونهم. حاضر من عينيا. بقول لك ايه؟ حط المعلقة ال5. أعوذ بالله، هو أنت ما تنساش حاجة أبدا. كفايه ولا كمان؟ لا كفايه كده، اقعد بقى لما اكمل لك بقيه شروط الاعذار. شويه راحه بقى يا جلال، بقالك ساعتين قاعد تشرح وتقول يا اخي. على الله بس تكون فهمت حاجه. تمام التمام يا دكتور جلال. المدني ده اصله تقيل على قلبي قوي،
ولولا شرحك كان زماني طلعت فيه كل سنه بتخلف. وانا تحت امرك يا عدوله. بكره ان شاء الله اشرح لك الجنائي بالمره. لا، الجنائي شارح نفسه، خلينا في المدني. اللي يريحك. بس بقى انا ليا طلب. عايز اخد كتاب المدني وبجيبه لك بكره. وانت ما عندكش كتاب مدني؟ لسه ما اشتريتوش. امال اللي شرحته ده كله قريته فين؟ قريته في مكتبه الكليه يا اخي. ولا في مكتبه راضي؟ راضي؟ اصله بيقول لي انك غاوي تاخد كتب وتعطله. هو اللي ظروفه جت معايا كده. على العموم انا كتبي كلها تحت امرك يا جلال، بس تيجي تذاكر معايا هنا وتشرح لي. ماشي يا عم عادل. ما تزعلش مني يا جلال، احنا زمايل وكل واحد فينا له ظروفه ونظام. على العموم كلها يومين وابويا يبعت لي التحويل واصرفه واجيب الكتب اللي ناقصانا. ابعت له يا اخي، قول له يبقى يبعت لكم التحويل بدري. ما هو المشكله ان لا مكان ولا عنوان ثابت. الله، انت مش بتقول انه شغال في دوله عربيه؟ ايوه بس طبيعه عمله مش ثابته. هو بيشتغل بره ايه بالظبط؟ مندوب مبيعات كل يوم في بلد. صباح الفل على الزغاليل، استك شرابات مناديل. صباح الشكك والبيع عنوته. هو برضه اجازه. امواس ومشاط وفلات. ايه اللي جابك بدري عم عادك يا راجل؟ كلمات وبين سكرونيات، قمصان ورواب وفانيلات لا مؤاخذه وحاجات. مين يقول فرجني ومين يقول هات. هات ايه يا راجل يا امهات؟ ده احنا كلنا مفلسين واواخر شهر. اخر الشهر يربي القهر. اعوذ بالله. طب ما جيتش ليه في اوله زي عوايده؟ قلت اجي واشقر على حبايبنا الموظفين والموظفات. ايوه الاحياء منهم والاموات. لا الاموات لا، الاموات لا. اعمل معروف، اللي هيموت هاخد حسابي منه ازاي؟ يا سيدي تبقى تروح له هناك وتاخد معاك النوته. اخص عليك وعلى منافذك يا فرغلي، عاوز تموتني؟ عشان اتعتق من الحساب اللي عليا. تقوم تموتني يا راجل يا خسع. خلاص خليك انت في الدنيا، انا اسيبها. ولا برضه هاخد حسابي من عينين الورثه. ما انا عارف انت شبطه. بقول لك ايه، اول الشهر جاي وعاوز عكمه كبيره قوي، لأحسن حسابك تقل قوي يا فرغلي. لما يبقى يجي اول الشهر. هيجي، ما يجيش ليه؟ من يوم ما ربنا خلق الدنيا واول الشهر بيجي. انت عاوز توقف الايام السايره يا فرغلي عشان تشفطني؟ يا عم لا اشفطك ولا تشفطني، خلاص اول الشهر هيجي يا سيدي، انا غلطان لك. كلكم واول الشهر كوم. معاك بنس وكريم النهارده؟ معايا يا است عزيزه. طلباتك ايه؟ 3 دسات بنس. ما تخليهم 4 يبقى حسابنا 3 جنيه مقبولين. تبقى الدستة ب75 قرش؟ اسم الله عليكي. في السوق ب60 قرش يا راجل. ايوه ب60 قرش لما تكون فلوسك جاهزه وسابقاكي. يعني كتير عليا 15 قرش في الدستة وانا بطول معاكي شهر واثنين وثلاثة. طب خليها ب70 قرش كويس؟ يعني هو الشيلين ده اللي هيطب بالكفة؟ شيلين في 4 بريال. انت هتدفعي ريال ولا هتدفعي شيلين كله عنوته؟ اتفضلي 75 قرش ماشي. خلاص ماشي. طب ليه بس وجع القلب ده؟ تعبت قلبي. هو يعني الكلام بفلوس؟ الله أبا إلا بفلوس. ما احنا بنتكلم كتير هنهضم، ولما هنهضم هنجوع، ولما هنجوع هناكل. يبقى الكلام بفلوس ولا مش بفلوس؟ أعوذ بالله، حتى الكلمة بتحسبها؟ معلوم، كله كوم والكلمة كوم. كلمة تسعد بيت وكلمة تخرب بيت لا مؤاخذة. انت هتوعز، ما تجيب الكريم خلينا نخلص يا راجل. ايوه يا ستي، حق الكريم بتاع بره، تحط منه السودة تبيض وتحط منه البيضة تحمر. بكام ده؟ 5 جنيه مدورة. 5 جنيه ده ايه؟ الله بقولك بتاع بره. بره ده ايه؟ ده مكتوب عليه صناعة مصرية. ايوه يا ستي، معمول بره ومعبينه جوه. نقيد. ايد. ايوه يا ستي، ستي عزيزة، ست عزيزة. ايوه 8 جنيه وقبلهم 18 يبقوا 28. 8 و18 26 يا راجل. جل بلا يا سو، جل بلا. 26 جنيه ست عزيزة. بقول ايه؟ ايوه معاك شرابات النهارده؟ ايوه اي خدمة. طب لو سمحت انا عايز جوز اسود. وهتسودها ليه؟ اصل عدم المؤاخذه رايح اعزي. شرابات، اتفضل ادي شراب جوز اسود، وتاخد كمان كرافته سودة تكمل بقيه اليافه يبقى كله بلاك. لا 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 كفايه عليا الشراب، اصل المرحوم كان معرفه نص نص. نعيد.
كيفي؟ سي محمود ايوه 2 جنيه ونص شراب. لا 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 لا، ده كتير قوي. امال لو كان ابيض؟ لا ده انا مديلك باصل ثمنه. عارف لو كنت رايح فرح كنت ادولك ب3 جنيه، انما انا هدولك ب2 ونص عشان المرحوم غالي عليك. يبقى يا سيدي 2 ونص وقبل منهم 37 يبقوا 39 ونص. اسم الله عليك. ينفع ناخد غيارات للعيال ولا الحساب يتقل؟ ينفع ما ينفعش ليه؟ مش اول الشهر جاي؟ قلنا جاي. خلاص هو جاي وانا جاي. هتروح مني فين يا حلو؟ 3 فانيلات سن 5 سنين. 3 فانيلات صبياني ولا بناتي؟ صبياني. 3 فانيلات صبياني. ايوه. تاخد لهم كمان كلوتات. 3. ما تخليهم 6. اشمعنى؟ دول عيال والساقية شغالة على طول، واحد يتبل تلاقي واحد ناشف تغير له. خلاص خليهم 6. 6 كلوتات 6. اتفضل يا سيدي. 3 و6 يبقوا 9. 2 في 9 ب18. 2 فرغلي 2 في 9 ب18 و97 يبقوا كام؟ 115. اسم الله عليك. نأيد. نأيد. ايه يا فردوس، انت لسه لابسه اسود على خالتي؟ اهلا يا نبينا. اصل عمتي رخرة ماتت. ياه، الباقيه في حياتي. حياتك الباقيه. انا مروحه، تيجي اوصلك؟ لا متشكره، اصل انا رايحه مشوار بعيد. براحتك. هاي نبيله. هاي ماجي. ازيك يا فردوس؟ اهلا يا ماجي. بلبل مروحه؟ مروحه، تعالي. اديني معاكي. يلا. ايه يا عم؟ على فين يا تيف؟ يعني هروح فين؟ مروح طبعا. الله، طب الماتش يا تيف؟ ماتش ايه؟ بقول لك ايه، لا ماتش ولا قطش ولا ليا دعوه بيكم خالص. الله، ايه يا تيفا؟ بقى تجري المهم وعايز تخلع؟ ما انتوا خلعتوا قبل كده بعد ما طلعتوكم كسبانين. في الاول اللي انت عاوزه يا تيفا، طلباتك يا تيفا، وفي الاخر تخلعوا. ما تخافش يا تيفا، المره دي مش هنخلع. مقدم، هناخد حق مقدم. انتوا مالكمش امان. ماشي يا عم، ريال اهو. ايه ده؟ ريال؟ لا خليهولك. هات. انا هلعب مع اللي يقدرني. الواد كنت عارض عليا جنيه والعب معاه ضدكم. ايوه، يلعب مع اللي يقدره يا باشا. استنى انت. تبيعنا بجنيه يا تيفا؟ بقول لك ايه، دي مصالح. ما تاخذنيش يا اخ. بعدين انا راجل محترف، ولا انت شايفني اقل من مارادونا؟ مارادونا مين؟ ده الكابتن لطفي يا باشا. خلصت الكلام يا كابتن لطفي. عايز كام؟ هو جنيه مجمد حته واحده كده، غير كده بقى ما ينفعش. لا ينفع، امسك شيلين كمان اهو، يبقى معاك ربع جنيه. ماشي. هنلعب على ارضنا ولا على ارضهم؟ لا طبعا على ارض محايده في الشارع اللي جنب المدرسه. عطا. ايوه يا كابتن. بينا عطا. يلا بالكوبايه. لسه بنسخن. مش قادر اكلمك، سيبه يسخن يا عم. هو كده ايه المزيكا دي؟ ولا عطا. ايوه بالكوبايه. انا جون الماتش ده. ولا عطا، خد بالك من الجزمه. ما تخافش على الجزمه، ركز انت بس في الماتش. ماشي. عايزين جون في اول ماتش، يمكن حد يديك شقه ولا عربيه. لا انا رامي على فيلا ولا عطا. باذن الله مالكش انت دعوه. خد بالك منها. ما تخافش. مش عايز حاجه تاني؟ لا. الشاره، امسك الشاره. مش هتلعب بعيد انت وهو. يا عم احنا كلمناك، ما احنا بنلعب بعيد اهو. ولا زعق فيه قوي. ما تخافش يا ابو خباز. زعق قوي. يا عم احنا كلمناك. يلا ابو خباز شدها. الله جري يا كابتن انت وهو. ما تسنتر، مش اللعب له اصول ولا ايه؟ انا الحكم. سنطرت ايه؟ هات يا حبيبي. جاهزين؟ جاهزين. العب. يلا تيفا. برافو يا تيفا. يلا تيفا. يلا تيفا. هو ده. الحكم يحفظ لك حقك، مالكش دعوه. هات يا باشا الكوره. كوره ايه؟ في بالي وفي حكم في كل حاجه. شد حيلك بقى. يلا بقى. يلا ساعد. راح جون يا تيفا. ركز. كله شجع. تيفا. يلا. هوبا. كسرتوا البطرمان يا ولاد الأبلسة. والله ما انا سايبها اللي مدفوعه ثمن.
وانا مالي يا عم؟ الواد اللي شاطها جري. ايوه انا كنت واقف بتفرج. هي دي جزمتك؟ ايوه يا عم. طيب يا حبيبي تعالى خد. تشكر يا عم. طيب خش خد الجزمه يا كابتن. كلك ذوق. خش خد. خش يا خلفة القرود. كنت واقف بتتفرج، امال قلع الجزمه ليه واقف حافي؟ ايه؟ اصل كنت عاوز اسقف وايديا وجعاني. انت بتستهبل ياض؟ ما اناش هسيبك الا لما تدفع ثمن البطرمان. يا عم معيش فلوس. وريني كده. معيش فلوس. امال ايه ده؟ ده ربع جنيه كنت رايح اجيب بيه دواء لابويا. اصلا ابويا عيان قوي. دواء ايه اللي بربع جنيه؟ اسبرين يا عم. اكل ايه؟ امشي يالا. مش هسيبك الا لما تدفع ثمن البطرمان. عطا روح اتصرف يا عطا. حاضر يا كابتن. خش قدامي. خش جوه. عطا. 3 جنيه؟ 3 جنيه بتوع ايه يا ابني؟ تمن البرطمان اللي كسره الكابتن. كابتن مين يا واد؟ الكابتن لطفي حبيبي، ما شاط شوطه زي الصاروخ راح مدغدغه البرطمان. لطفي؟ وهو فين دلوقتي؟ صاحب المحل رهن على 3 جنيه. رهنه؟ يا نصبتي، والمحل ده فين؟ في الشارع اللي ورا المدرسه يا خالتي. قطيعة لطفي وسنين لطفي، ده البيت كله ما فيهوش 3 مليم يا ربي. اعمل ايه واتصرف ازاي؟ انا اروح اقول ايه للكابتن دلوقتي؟ ما تتلهي بقى على الكابتن، خلينا نشوف هنحل البلوه دي ازاي. فزات قوم سيق. سيق ايه يا عم؟ سيق المحل بدل ما انت قاعد لي كده عامل زي العامل الراضي. قوم. الله. طب هات حته حلاوه. حلاوه؟ حل وسطك. سيق ياض سيق. استني بس يا ماما لما اشوف انا معايا كام. هنستنى لحد امتى يا بنتي؟ محدش عارف الوقت اخوكي حصل له ايه. يا جماعه انا اتاخرت على الكابتن قوي. جاتك خيبه انت والكابتن، ما تخلينا في اللي احنا فيه بقى. انا ما معيش غير 15 قرش يا ماما. 15 قرش؟ ياني يا مراري، منه لله ابوكم. يعني لو كان سايب لنا في البيت جنيه ولا 2 مش كانوا حلوا ازمه دلوقتي. يعني انا اروح اقول ايه للكابتن انا دلوقتي؟ قطيعه تقطعك انت والكابتن. امشي بقى روح قول له مفيش مبروك. وانا مالي؟ ايه في ايه يا عاطف؟ ايه يا ماما بتزعقوا ليه؟ الحقني يا ابني، تعالى غتني من اللي انا فيه. في ايه اللي حصل؟ الواد ده ابن الاسطى فوزي جاي عايز 3 جنيه عشان اخوك. 3 جنيه؟ 3 جنيه بتوعي يا عاطف. هنحكي ونرغي من الاول تاني. الكابتن لطفي شاط شوطه زي الصاروخ كسر البرطمان بتاع الراجل، والراجل حبسه في المحل على 3 جنيه. معاك 3 جنيه؟ 3 جنيه ايه؟ انا ما معيش يا ماما غير حوالي 16 قرش بس. وانا كمان 15. 16 ايه و15؟ ايه الجنان اللي انتوا فيه ده؟ هنسيب بقى اخوكوا كده مرهون على 3 جنيه؟ بقول لك يا خالتي انا عندي حل كويس قوي. ايه رايكم نروح لابويا الدكان وناخد منه 3 جنيه؟ ايوه، مفيش قدامنا غير كده. اعمل معروف يا حبيبي، روح معاه لغايه ابوه وخد منه 3 جنيه وروح فك رهن اخوك ينوبك ثواب. ازاي بس يا ماما؟ انا ما بشوفش الاسطى فوزي بقالي شهور، اول ما اروح له استلف منه. يا سي جلال دلوقتي احنا مش اغراب عن بعض، وبعدين ابويا بيحب الكابتن لطفي، مش ممكن يعز عليه حاجه. المهم ان احنا ننقذ الكابتن. الامر لله يا سعاده. اطلع بينا على ابوك، هشوف اخرتها مع الكابتن بتاعك. يلا فوتك بعافيه يا خالتي. عافيك يا حبيبي. استر من الفضايح يا رب. قاعد على باب المحل كافي خير شري، فجأة بوم الاقي البطرمان طاير باللي فيه. على العموم حصل خير يا عمنا. انا قايل لهم 100 مرة قبل كده ما يلعبوش كرة هنا. وما يلعبش ليه كوره هنا؟ انت كنت مشتري الشارع ولا مشتري الشارع يعني؟ ولا يمكن اشترى الشارع. بس بقى انت كمان خلاص يا لطفي الموضوع انتهى. لا ما انتهاش. فين فردة الشراب اليمين؟ وفين الفرد الشمال؟ بس يا اخي دور عليها عندك تحت. اتفضل يا عم، ادي 3 جنيه بتوعك، كده نبقى حبايب. حبايب لاجل ذوقك بس يا سيدنا الافندي. ربنا يخليك. امشي انا بقى يا كابتن. بالسلامة انت عطها، بالسلامة يا اخويا. ماشي. بس واحدة. امشي. يلا يا لطفي. فين الربع جنيه اللي اخدته مني؟ مفيش فك. ما يلا لطفي. حاضر. طب هات بحتة حلاوة. وصلت لحد فين؟ جلال الله يستره راح له، ما اعرفش ما رجعوش لحد دلوقتي ليه؟ على الله كمان هو يمسكوه ويبعتوا يقولوا عاوزين كمان 5 جنيه. ده هو انت بتتريق؟ ده بدل ما كنت تسيب في البيت قد 5-6 جنيه ينفعوا ظرف زي ده، بدل ما كنا نمد ايدنا للناس ونستلف. انا مش مسؤول غير عن اكلكم وشربكم وبس، انما التجرمه وقله الادب دي انا مش مسؤول عنها خالص. ادخل يا اخويا، ادخل يا كابتن. ماما انا واد 100 مره مش قلت لك بلاش لعب الكوره وقله الادب دي؟ انا ما كنتش بلعب كوره يا بابا، انا كنت بتفرج بس. اما صاحب محل مسكك ليه؟ بصراحه يا بابا. ايه ده؟ دي حته حلاوه يا بابا. ايه ده يا ابني؟ انت عاوز تجيب لنفسك المرض
بتجري وتتعب وتعرق وتاكل حلاوه يجي لك سكر. طب اديني حته صغيره، انا كنت بتفرج بس. امال مسكوك ليه؟ وانت بسرعه تروح تستلف. امال يعني كنا هنعمل ايه؟ نسيبه؟ ايوه سيبه ويتحرق كمان. انا ما عنديش مبدا السلف ده خالص. هو يعني احنا استلفنا من حد غريب؟ ما هو من وسط فوزي. بلا فوزي بلا قرد بلا سبت كتف. خلاص يا اخويا خلاص، هدي نفسك بقى اما اخش احضر الغدا. استني بس. غدا ايه؟ خلاص الليل دخل علينا. استنى موضب الشنطه. طب اديني حته حلاوه يا بابا. خد بالك بعد العشاء اتحلق بيها. عشاء؟ هو الغدا بقى عشاء طاقه واحده يعني منه فيه؟ امر الله، راحت عليك الحلاوه كده. لا بلاش حلاوه يا نجاتي، بتحمى على صدري بالليل. لا مؤاخذه بيه، اصل المربى خلصت، ما لقيتش قدامي حاجه حلوه غيرها. طب وعسل النحل؟ خلص رخر يا بيه. ده اسمه كلام ده يا نجاتي؟ ده انت عارف اللي ناقص في البيت اكتر مني يا راجل. معلش يا بيه، مسحها في دقن المره دي. نحب اخطف رجل حد البقال، اجيب مربى ولا عسل نحل واجي؟ لا بقى مالوش لزوم. انا ان شاء الله مسافر العزبه بكره، ابقى اجيب معايا شويه عسل وانا راجع. هو انت دي لحقت تقعد معانا لما هتسافر العزبه تاني؟ اعمل ايه يا نجاتي؟ لازم اروح اشقر عليهم. تروح وتيجي بألف سلامه يا بيه، وان شاء الله على ما ترجع اكون جهزت كل اللي ناقص في البيت. كده؟ طب بقى خد معاك، ادي يا سيدي 100 جنيه اهم، تجيب منهم اي حاجه ناقصه من اللي في البيت. ما تخلي يا بيه مخيرك ثابت. وان شاء الله وانا راجع من العزبه بكره هبقى اجيب لك معايا شويه تموين زي العاده. ربنا يجعله عامر دايما بحسك يا بيه. الله يخليك. خد بقى كمان بالمره ادفع يا سيدي ايجار الشقه. طب ما ادفع معايا يا بيه، ما الفلوس كتير والحمد لله، وبعدين لسه فاضل على الشهر كام يوم. واحنا ايه اللي يخلينا نستنى اول الشهر؟ بعدين انا مش ضامن ظروفي، جايز اتاخر في العزبه كام يوم، اهو يبقى معاك فلوس زياده لاي طلبات، اي التزامات، اي حد يقول لك هات. اجيب ايه ولا مؤاخذه؟ 33 جنيه و70 قرش. نعم. تقوم تجي لي البيت عشان تطلب الحساب. اعمل ايه؟ رحت لك المصلحه مرتين ما لقيتكش. تقوم تيجي البيت. الله كده يا خالد افندي، بدور على حقي. طب اعمل معروف، وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ في ايه يا سي خليل؟ مفيش يا لطيفه مفيش. لا في يا ست لطيفه في. في ايه يا اخويا؟ مفيش يا لطيفه، اقعدي امال انت ساكته. اعمل معروف افهم، بلاش فضايح. هو ايه اللي بيطلب حقه بقى فيها فضايح؟ اصل عدم المؤاخذه الحاجات اللي انا خدتها منك كانت للبيت التاني مش للبيت ده. ايه؟ انت ليك بيت تاني؟ يا جدع ارحمني ارحمني، افهمني. في ايه يا سي خليل؟ قلت لك مفيش يا لطيفه، تاجر شنطه جاي يبيع. اعمل معروف ما تفضحنيش انا في حارتك. والحساب والله العظيم هديهولك. بياع ايه وشنطه ايه؟ ايوه بياع شنطه قمصان وفانيلات وبناديل. هتدفع امتى؟ بقول لك يومين اتنين وكل الفلوس جاهزه. بقول لك ايه يا اخويا؟ ايوه. ما عندكش يا اخويا قمصان وغيارات مقاس لرزق ابني؟ كل حاجه موجوده. يخش القلب عشنا. اعمل معروف ولا تخش ولا تطلع. اعمل معروف المره الجايه، ربنا يستر معاك ما تفضحنيش. طب افوت امتى؟ يومين الفلوس هتكون جاهزه. ارحمني اتجوز اتنين. الف سلامه. انا مش قادر على واحد. شرفت وانست، ربنا يبارك فيك. مع السلامه. هو ماشي ليه؟ البضاعه اللي معاه ما تنفعش، هيبقى يجيب بضاعه ثانيه كويسه المره الجايه. هو ده عرفته منين ده يا سي خليل؟ يا ستي اهو تاجر شنطه بيجي عندنا المصلحه بيبيع للزملاء، بيقلب عيشه. وكان جاي لك ليه بقى؟ هيجي عشان ايه؟ جاي يبيع، مش بقول لك تاجر شنطه؟ وعرف البيت منين؟ اولاد الحرام اولاد الحلال دلوه على البيت، اعملي معروف ارحميني انت الاخرى وكلي يا رزق. اتفضل يا سعود، وصل نور السلم. قطع كام ده؟ 6 جنيه ونص. بتاع كام شهر؟ شهر واحد بس. 6 جنيه ونص في شهر واحد؟ ان شاء الله ما انور ولا بله ضايع. الله، يعني السكان تطلع تلطش في الضلمه؟ تلطش ما تلطش مش شغلي. اللي عاوز يطلع في النور يدفع، واعمل حسابك بقى تضم فلوس النور دي على وصلات الايجارات. وماله نقول لهم؟ من غير ما تقول لهم. اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه مش عاجبه. واخدت ايجار سيزفت ده؟ سيزفت مين ولا مؤاخذه؟ سيف فوزي. هو في غيره مزين الغبره ده؟ ما هو الصالون قافل اهو النهارده الاثنين. يا سلام، الله يرحم ايام زمان لما كان عندنا في الحاره كان يبقى فاتح طول الاسبوع والنص الليل كمان. لما جه هنا والبليه لعبت معاه بياخد يوم الاثنين فاكانس. اما يفتح يبقى اساله. المهم فين وصولات الايجار؟ وصولات الايجار اهي. النهارده 30، بكره اجي الاقيهم متحصلين. فخري بيه دافع مقدم. احسن حاجه في الجدع الكهنه ده انه بيدفع مقدم. قول لي مش ناوي يتكل بقى عشان يفضي الشقه ونستغلها احنا؟ الله، وده راخر اعمل فيه ايه؟ اخش اطبق في زماره رقبته؟ اطبق في زماره رقبه اللي ما يدفعش. هو انا بيطلع لي منها كام؟ 120 جنيه عمي في الشهر. الله، وايه يعني يا سعود كنت دفعت فيها ايه؟ مش 3000 جنيه عم؟ ايوه يا 100 3000 جنيه يا ابني كان لهم قيمه.
حق سعاد، كان كيلو اللحمه بجنيه واحد بس، وصندوق الكازوقه ب50 قرش، واحسن من بتاع دلوقتي كمان. طب ما تستهزئوا بقى وتفتح لنا واحده من بتوع دلوقتي، ولا بستنى اما اقول لك؟ لا وعلى ايه؟ اقعد اما افتحها لك. هشرب على الواقف. اتفضل يا سعاد. الف هنا وشفا. الله، بق واحد بس عشان ما تقولش عليا طماع. لا العفو. سلام عليكم. يا نداتي ايوه يا حماده. دي ازازه الزوز. ممكن يا حماده. فين الفلوس؟ اتفضل. هات يا حبيبي. متشكر قوي. اتفضل يا حبيبي. انا راح افتح. افتح يا حماده. خلاص اتفتحت. يلا يا حماده اشرب بقى. الف سلامه. سلام يا حماده. وادي 7 جنيه ونص يبقوا 87 ونص. تمام؟ تمام. اتفضلي يا امي. عفوا. يلا يا سيدي. كل شهر وانت طيبه يا استاذ عزيزه. انت ترجع معوض. ايوه حسابك 26 جنيه، هتدفعي كام؟ امسك 6 جنيه اهم، يبقى عليا 20. خليهم 10 يبقى عليكي 16. اصل انا مزنوق قوي الشهر ده. وانا مزنوقه اكتر منك. كفايه 6 جنيه، ده انا حسابي خفيف. تنزيل 6 عزيزه 6 جنيه يبقى الباقي 20 جنيه. اسم الله عليكي، اسم الله عليكي. مع السلامه. كل سنه وانت طيب يا سي محمود. سي محمود وانت طيب يا سيدي. 39 جنيه ونص. ايوه اتفضل امسك. 9 ونص اهم. لا ومين نام اقبضهم؟ حط عليهم 10 يبقى وصلني 19 ونص. لا ده يبقى كتير قوي. عشان يبقى عليك 20. ليه؟ عايزني ادفع لك نص اللي عليا في شهر واحد؟ معلش اصل انا مزنوق قوي الشهر ده. مزنوق؟ وما تفك زنقتك الا فيا انا؟ خليه عليك الشهر ده. اقول لك امسك. ايوه. ادي كمان 5 جنيه يبقوا 14 ونص. ايوه. نزلهم من 39 ونص يبقى الباقي 25 مقفولين. ايوه. ماشي؟ ماشي يا حلو. فرغلي. استنى يا فرغلي. عيب يا فرغلي. استنى عندك يا حرامي. استنى عندك يا حرامي. بتهرب مني يا حرامي. انا مش حرامي. نزل ايدك لحسن يا رايح عسكري. انا هفضلك. نقفل المحضر على كده. اقفل يا حصول، انا مش هتنازل عن حقي ابدا. بس حرامي. انا مش حرامي يا جشع يا بشع. قلت لك بس انت هو. اتفضل حضرتك امضي لي هنا وادي بطاقتك اهي، وتيجي بكره الصبح تقابلني وكيل النيابه. تشكر يا حصول. طب وانا؟ انت هتقابلنا الليله يا حلو. ده انا صاحب الحساب وصاحب المال، وهو صاحب البلاغ، وهو اللي متخرشم وانت ما معكش بطاقه. قلت لك البطاقه في البيت ومستعد اروح اجيبها. تروح تجيبها ولا تزوج؟ اشوف ايه ده اللي متاكل. يبقى قول الكلام ده الصبح قدام وكيل النيابه. لا حول ولا قوه الا بالله. خير تحمل شر تلقى. ده انا بيه اللي بريح الناس. بتريح الناس ولا تخرشمها؟ هم اللي بيقولوا كده. انا بريحهم. بروح اجيب البضاعه كاش واشيلها على قلبي والف عليهم في المكاتب وابيعها بملاليم مو بالقسط. ما انت بتاخد فيها الطاقه ايه؟ ده كلام يا بيه. اشهد سعادتك يا ساتر على الناس وظلم الناس. اتفضل يا سعاده الدين. اتفضل يا سعاده الدين. دي ازازه كولونيا. ايوه. بجيبها ب 3 جنيه الا ربع. ببيعها ب 3 جنيه على 3 اشهر، كل شهر جنيه. كتير عليا ربع جنيه؟ لا مش كتير. اتفضل شيب شوف. والله عد محترم. عد محترم. وعندنا كمان فانيلات وقمصان وشرابات. اتفضل اتفضل. بكام القميص ده؟ ده يا سيدي ب 8 جنيه، بقسطه على 4 اشهر، كل شهر 2 جنيه. وكل نظام بيعك كده؟ قوم واتفرج وشوف وقول لي يا عوض هات. اسمك ايه؟ اخوك الصول عبد الله مجاهد. عاشت الاسامي. الله حاجات. ايوه فرجك. نق وشوف وخد اللي انت عاوزه وقول لي نقيد. جلال. لطفي يا لطفي. فردوس. اصحوا يا ولاد. ايوه ماما في ايه؟ ايوه ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا ماما؟ بقينا وش الفجر وابوكوا لسه مرجعش. ايه اللي معقول يا ماما؟ دي اول مره يعملها يا بنتي. هو عيل هتخافي عليه يا ماما بس.
يا ابني النهارده اول الشهر وزمانه قابض من الموظفين. ما ده هي لا تكون حاجه حصلت كده ولا كده. بعد الشر يا ماما. ما تخافيش يا ماما، باذن الله راجع باذن الله. وهو جلال ما صحيش رخر ليه؟ ما انت عارفه جلال يا ماما لما بينام مفيش قوه تقدر تصحيه. هو جلال ابنك ده له دعوه بحاجه ابدا، ده عايش لنفسه بس، ان شاء الله احنا نتحرق. هو ده وقته يا ابني. جيب العواقب سليمه يا رب. الله، انت لسه نايم يا معوض؟ قوم، النهارده طلع الورديه تتغير. سعاده المأمور عايزك. ست بص تجيب المأمور يا فرج الله. ادخل. ايوه ساعة البيت طلبات. يعني وبعدين معاك يا عبد الرحمن. امسك.